السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم آلاء من قناة لولا. حابة أعرض لكم في الفيديو هذا ركن القهوة الموجود بغرفتي، كيف قدرت أغيره تماما بنفسي وأضفت له الأشياء اللي أحبها، وكيف غيرت لون الطاولة وأضفت الماربل أو الرخام لطاولة القهوة بطريقة جميلة وغير مكلفة. إذا حابين تشوفون الخطوات كاملة تابعوا الفيديو للنهاية. وقبل ما نبدأ الفيديو جهزوا لكم شيء تشربوه، قهوة أو شاي، أهم شيء تكون حاجة دافية بما أنه الأجواء جدا باردة حتى تشوفوا الفيديو وأنتم مستمتعين، وأهم شيء متدفيين. يلا نبدأ في التفاصيل. هذه طاولة القهوة اللي غيرتها، هي في الأساس مكتب من آيكيا، اللي حبيته فيه حجمه مناسب للمساحة اللي عندي. زي ما شفتوا الطاولة كان لونها أسود، فأول شي راح نسوي راح نغيرها للون الأبيض. تحتاجون بخاخات بويا لون أبيض، ومقص، قفازات بلاستيك حتى ما تنعدم يدينكم، وتجليدة رخام. الطريقة اللي اتبعتها في البخ انه اضغط ضغطات خفيفة على كل الاماكن، بعدين اخليه ينشف شوي وارجع اعيد حتى يتغطى اللون الاسود كامل. البخاخ ما ساعدني، كان سائل شوي فاخذ مني وقت. بعد ما نخلص من تغيير لون الطاولة راح نتركها تنشف برا. في الوقت هذا نبدأ نجلد القزازة بالرخام. أنا ماني بروفيشنال بالتجليد، لكن كل شخص له طريقة في التجليد يحبها، اتبعوا الطريقة اللي تحبونها وتعجبكم. بعد ما خلصنا الشغل الأساسي للطاولة نبدأ نرتب الطاولة. قاعدة خشبية هي في الأساس للأجبان، بس حبيت أضيفها للطاولة. آلة القهوة من نسبريسو، تقدرون تخلون الطاولة للشاي. إذا ما تحبون القهوة كل اللي عليكم تستبدلون آلة القهوة بغلاية وتحطون الأشياء اللي تحبونها. راح نحتاج حامل للأكواب حتى نعلق ونرتب الأكواب عليه. قزازات للتعبئة حطيت فيها كبسولات القهوة، وإذا كنتي تبغينه ركن للشاي استبدل القهوة بأكياس الشاي أو الأعشاب اللي أنت تحبينها. لسه المكان يحتاج لشي يعطيه لون وحياة، ما في غير اللون الأخضر. اخترت النبتة الصغيرة هذه، غيرت شكل المكان وصار أحلى. اخترت شمعة نيويورك من باث اند بودي ووركس، غير لونها الجميل ريحتها مرة حلوة وعطت المكان شكل مرة حلو. وهذا شكل ركن القهوة بعد الترتيب. ما حبيت أكثر إكسسوارات، حسيت كذا يكفي بسيط ومرتب وحتى أوصل الأشياء بسهولة. انبسطت بالنتيجة النهائية، والأحلى أني أنا سويته بنفسي، أضفت لمساتي، أضفت الأشياء اللي أحبها. الشغل لما أنت تسوينه بنفسك راح تنبسطين أكثر، صدقيني. تجربة مرة حلوة، راح أعيدها أكيد وأنصحكم أنكم تجربونها. وفي النهاية إذا حبيتوا الفيديو بليز لا تنسوا اشتراك أو سبسكرايب للقناة ولايك، وأضيفوني على الانستغرام وسناب شات. شكرا لمشاهدتكم، مع السلامة.